احنا ما ينفعش طبعا نعدي موسم الخوخ من غير ما نستعمله. انا بموت في الخوخ، مين زيي؟ فالنهارده هنعمل سلطه خفيفه كده وسهله وسريعه بالخوخ. انا مقطعاه، بصوا زي ما انتوا شايفين رفيع خالص. هحط معاه افوكادو، الافوكادو ده حاجه اوبشنال، واحنا هنعمل مع بعض كده ايه الدريسنج ونشوف هنعمله ازاي. دي انواع خاص كده من اللي بتبقى موجوده في السوق جاهزه، او عايزين تحطوا كابوتشا وخاص، عايزين تحطوا جرجير، الجرجير بيبقى حلو قوي معاها. زي ما انتوا عارفين انا بحب دايما احط كده باد اوف جرينز من تحت اي سلطه عندي. وبعدين هحط الخوخ بتاعي، ريحته فظيعه. ده الخوخ البلدي مش السكري، ده بيبقى اقل سكر من السكري. حط الافوكادو زي ما انتوا شايفين، انا مقطعاه وحط عليه ليمون كتير عشان ما يسودش. فهجهز الدريسنج بتاعنا بسيط جدا. زيت زيتون، انا حاطه له خل بلسمك، بس لو عايزين برضو دبس رمان بيبقى حلو قوي معاه. وشويه عسل، حوالي معلقه كده تظبط مع السكر بتاع الخوخ. شويه ملح، شويه فلفل، بودره ثوم حاجه بسيطه قوي، وبودره بصل، تنتوفه بابريكا مش كتير. هظبط الدريسنج بتاعي، احطه على وش السلطه، خليه شويه كده على جنب. احط عين جمل، لو عايزين تحطوا pumpkin seeds، بذور القرع أو اللي هي السانفلاور، عباد الشمس برضو بتبقى حلوة. هنحط جبنة فتة، هنحط شوية برضو خوخ تاني على الوش، بقية الدريسنج. وكده الطبق بتاعنا جاهز. سلطة خفيفة بسيطة سهلة جدا، الدريسنج سهل قوي وطعم مختلف كده، وحاجة ريفريشنج في أيام الحر اللي احنا فيها دي. عايزاكم تجربوها لأني عارفة أنها هتعجبكم جدا.